حياكم الله. مرحبا، اهلا وسهلا. طبعا تريثت قليلا قبل ان اعلق على الخساره بالاربعه لفريق شباب بلوزداد امام نادي ماميلودي سان داونز في الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم في لقاء الذهاب، وخساره شبيبه القبائل ايضا في الجزائر امام الترجي التونسي بهدف مقابل صفر في نفس الدور وفي نفس المسابقه. تريثت كثير قليلا ليس لكي انتظر تحاليل وتعاليق الإخوان ومن الزملاء ومن المحللين والمدربين وحتى من في الأوساط الجماهيرية، لأنه في اليوم الأول أكيد تكون فيه المشاعر تتغلب على تحاليلنا، خاصة بالنسبة لعشاق شباب بلوزداد وكذلك شبيبة القبائل. ولكن بعد يومين من إجراء هاتين المباراتين وقبيل مباراتي العودة في تونس وكذلك في جنوب إفريقيا، حبيت نتوقف أولا عند خسارة فريق شبيبة القبائل التي أعتبرها عادية وطبيعية أمام منافس من حجم الترجي التونسي، وأمام فريق شبيبة القبائل يعاني ويتألم ويتخبط في مشاكل كبيرة جدا بدأ يخرج منها رويدا رويدا، يحتل مؤخرة ترتيب الدوري. لم يكن مخيبا في المباراة على كل حال، من غلطة ساذجة تلقى هدفا كان يمكن للنتيجة أن تكون غير يعني متعادلة أو بهدف لهدف أو بصفر مقابل صفر. كان ممكن لشبيبة القبائل أنه حتى يفعلها في تونس أمام الترجي، ليس الترجي اللي تاع السنوات القليلة الماضية بمستويات أعلى. أعتقد بأنه مستوى شوية تراجع، مش الآن فقط، منذ 3 مواسم تقريبا تراجع شوية مستواه. أنا أعتبر خسارة الشبيبة عادية وطبيعية ومنطقية بالنظر لحجم المنافس اللي هو الترجي التونسي، بالرصيد والتاريخ اللي عنده والهوية والشخصية اللي عنده، اللي تخليه واحد من الفاعلين دوما في مثل هكذا مسابقات في دوري الأبطال، هو والرجاء والوداد والأهلي المصري المتعودين على هذا النوع من المسابقات وهذا النوع من المباريات. أولا قلت بسبب الترجي التونسي، وثانيا بسبب أحوال شبيبة القبائل اللي يحتل المركز الأخير طبعا في الدوري الجزائري، يعاني من أجل ضمان البقاء. فبالنسبة لي النتيجة عادية، ولا يمكن على أساسها أن نحكم على مستوى الكرة الجزائرية، لأنه شبيبة القبائل ليس في التوب، يعني ليس في أفضل الأحوال. في الجهة المقابلة ممكن نقول كلام كثير جدا على الخسارة بالأربعة في ملعب 5 جويلية. أعتقد بأنها الأولى من نوعها في مثل هكذا دور في تاريخ الكرة الجزائرية. أنا لم يسبق وأن لا أذكر بأنه سبق لفريق جزائري وأن خسر بالأربعة على ميدانه في مباراة ربع نهائية في دور الأبطال. ممكن خسرنا في أدوار مجموعات وأدوار متقدمة، ولكن الدور ربع النهائي لا. أنا كنت نعرف قبل المباراة وأنتم تعرفوا بأنه ماميلودي هو أفضل فريق هذا الموسم في على مستوى الأندية الإفريقية، دليل أنه فاز بالخمسة على الأهلي المصري وما أدراك في دور المجموعات، فاز عليهم 5-1 أعتقد. أنا كنت عارف بأنه فريق قوي، وما زلت أعتقد وأتوقع بأنه هو اللي يفوز بلقب دوري الأبطال، لأنه هو الأفضل. ولكن هو اللي يفوز هو الأفضل وأحسن فريق، لا يعني أنه طبيعي أنه يفوز بالأربعة. أنك تخسر بالأربعة تحمل دلالة أنه الأندية تاعنا ليست في مستوى مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الأندية تاعنا لا تملك الهوية ولا الشخصية ولا الإمكانيات المادية ولا الإمكانيات حتى الفردية والجماعية على مستويات عدة، حتى على مستوى التأطير والتنظيم والإدارة الفنية. أتكلمش على شباب بلوزداد، أتكلم عموما، لأن الحالة اللي عليها الكرة المحلية لا يمكن أن ننتظر منها أن نفوز بدوري أبطال إفريقيا في هذا العام، لأنه لم نعمل أي شيء من أجل أن نفوز. فرقنا لا تملك هذه القوة اللي تسمح لها، القوة المادية والقوة المهارية، لأنه المال هو اللي يجيب لك اللاعبين. شوف أنت الأهلي والزمالك والوداد والرجاء والترجي وغيره من الأندية كلها تستقطب لاعبين متميزين، وميزانياتهم تتراوح بين 15 إلى 50 مليون دولار سنويا. يعني ميزانية مش هينة، يعني ميزانية كبيرة تفوق ميزانيات اتحادات قارية على كل حال. قلت بأنه الخسارة بالأربعة وبهذا الوجه اللي ظهرنا به دليل على أن ما زلنا بعد، دليل بأنه الكرة الجزائرية مريضة، دليل بأنه اللاعب المحلي عموما يعني لم يرقى إلى مستوى مواجهة الفرق الإفريقية القوية. شفنا البنية الفنية والبدنية للاعبين تاع ماميلودي سان داونز والسهولة اللي يلعبوا بها والثقة في النفس اللي يلعبوا بها، كان فعلا
ممتاز وممتاز جدا. بعد يقول لي ولكن احنا لم نتألق على مستوى الأندية. يقول لي حتى السنغال ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار لا يتألقون على مستوى الأندية. نعم، ولكن الكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون والسنغال نواديهم لا تملك أيضا الإمكانيات المادية ولا المهارية يعني، ولا يستثمرون في هذه المسابقة مثل الأندية العربية في شمال أفريقيا. مثلا اللاعبين تاعهم لما يتألقوا ينتجون، عندهم أكاديميات، عندهم مدارس، يبعثوهم للخارج يصيروا يلعبوا في أوروبا. منتخباتهم لا تعتمد على اللاعبين المحليين. شفنا السنغال 24 لاعب محترف ينشطون خارج السنغال، فلاعبيهم كلهم موجودين في اوروبا ومركزين على منتخب بلادهم، منتخباتهم مش منتخبهم الاول فقط، اقل من 17 اقل من 19 واقل من 23 سنه. شفنا السنغال ما فعل بالمحليين باقل من 20 سنه، وبالمنتخب الاول في ظرف 3 سنوات تقريبا تتويج بكاس افريقيا، بلوغ نهائي كاس افريقيا 2019، التتويج بالتاهل الى كاس العالم، والفوز بكاس افريقيا للاعبين المحليين في الجزائر. فلا يمكن أن نقارن بين، إلا إذا أردنا أن نكتفي بهذا بحثا عن يوم آخر نخليه الدوري كما شاء، كما هو ضعيف وتعيس وغير مؤطر وغير منظم، في لا تكوين ولم يحزنون، ونبحث عن اللاعبين المحترفين الموجودين في أوروبا، ندعم بهم المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي والمنتخبات الشبانية، ونحاول أننا نفوز بألقاب. ولكن يبقى وأنه لما تخسر بأربعة في بلادك في ربع النهائي بهكذا شكل، الأمر شوية يأثر على المعنويات تاع الأولاد، رغم أنه شباب الوزداد هو بطل الجزائر 3 مرات متتالية متوجه نحو الرابعة. يعني أنت ربحت أفضل فريق جزائري في ال4 سنوات الماضية ب4 أهداف، ويدرى كيف راح تكون الأمور في لقاء العودة. المهم أنه أنا لا أتوقف عند النتيجة هذه وأركز على اللاعبين أو على المدرب أو على شباب الوزداد في حد ذاته، ولكن نحب نتكلم على منظومة كروية يجب أن تتحرك على كل المستويات، رسميا وحتى جمعويا على مستوى الأندية وحتى على مستوى الإعلام. كيف نتحرك ومتى؟ هذا يطول شرحه. أعتقد بأن المشرفين على الكرة الجزائرية والرياضة الجزائرية عموما يعرفون ما العمل إذا أردنا أن ننافس على الألقاب القارية على مستوى الأندية. ولكن يبقى وأنه الإنسان يخجل ويحزن لما يخسر بالأربعة، لما فريق جزائري يخسر بالأربعة في دوري أبطال أفريقيا، وهذا الفريق يكون شباب الوزداد بعراقته بتتويجاته بكونه أفضل فريق جزائري الآن ب4 تتويجات متتالية بالدوري. ولكن هذا يثير فينا من المفروض غيره، ويخلينا نبحث عن، مش عن الحلول، نبحث عن منافذ ونبحث عن مخارج ونبحث عن وصفات، لا أقول وصفة واحدة لإنعاش الأندية، حتى ولو التركيز على 4 أو 5 نوادي أو حتى 6 أقصى شيء. لأنه في المغرب الرجاء والوداد جينا ما بين في كل مرة، في تونس ترجي في كل مرة، في مصر الأهلي والزمالك في كل مرة. مش بالضرورة كل النوادي لازم نعطيوها كل الإمكانيات، ولازم يكون عليها لاعبين متميزين ومدربين متميزين وموارد مالية ولازم يكونوا في التوب. لا، نركز على أندية اللي تحمل لواء الجزائر وتنافس على المسابقات القارية. هذه وجهة نظر. سلام.